أين الماء ينبع ويفور من بين أصابعه. الحمد لله الذي رزقنا دينا ليس فيه التباس، وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل الاقتداء والاتساء واتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أساس العقيدة والشق الثاني للشهادتين. ورد في الأثر أن المولى سبحانه وتعالى قال مخاطبا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وعزتي وجلالي لو قطعوا إلي كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما فتحت لهم إلا إذا جاءوا من ورائك يا محمد. زكى الله عقله فقال ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكى لسانه فقال وما ينطق عن الهوى، زكى كلامه فقال إن هو إلا وحي يوحى، زكى قلبه فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى بصره فقال وما زاغ البصر وما طغى، وزكاه كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم. والله ما خلق الإله وما برى بشرا يرى كمحمد بين الورى، خير من وطأت قدماه الثرى. أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، وآخذ كتابي بيميني وتسر عيني بالرسول. وأشهد أن حبيبنا وسيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، صاحب اللواء المعقود والمقام المحمود والموقف المشهود والحوض المورود. قال فيما ثبت وصح عنه: ما من نبي إلا وآتاه الله ما على مثله آمن البشر، وكنت الذي أوتيته قرآنا يتلى ما تعاقب الليل والنهار، وأرجو أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيامة. فاللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، تعالوا معنا نطيب المجلس ونعطر المقام بذكر طرف من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم العطرة الطيبة، ونتجول بين عدد أو طرف
من معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم. حديثنا بعد الاستعانة بعون الله وجوده وكرمه وتوفيقه حول معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المعجزة شيء خارق للعادة يؤيد الله به أنبياءه ورسله حتى يبرهن على صدق بعثتهم وكمال رسالتهم. يعجز الله به الناس ويتحداهم أن يأتوا بمثله. هذا هو تعريف المعجزة. وما من نبي إلا وأيده الله بمعجزة من المعجزات أو بأكثر ليدلل على صدق رسالته. وكل نبي يؤتيه الله معجزة تناسب القوم الذين أرسل إليهم. سيدنا موسى عليه السلام أرسل إلى قوم اشتهروا بالسحر والكهانة فتحداهم الله بالعصا. سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أرسل إلى قوم نبغوا في علوم الطب والشفاء فأعجزهم الله وتحداهم بأن أجرى تلك المعجزات الباهرات البينات الواضحات فيبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، أمر يعجز عنه الأطباء. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل للناس كافة، ولأن رسالته باقية إلى يوم القيامة، فقد تنوعت المعجزات وتعددت صنوفها. ولذلك لما تسأل واحد تقول له ما هي المعجزة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقول لك القرآن الكريم فقط، قل له أخطأت. أبواب في كتب السنة والسير والأحاديث تبوب فقط بعنوان دلائل النبوة، كلها معجزات أجراها الله على يد نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بل إن الإمام الشافعي رحمة الله عليه قال: ما من معجزة آتاها الله لنبي من الأنبياء إلا وأوتي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم مثلها أو أعظم منها. الكلام عن المعجزات تنشرح به الصدور وتطمئن به القلوب ويتقوى به إيمان العبد ويترسخ به يقينه. احنا هنا نتكلم عن المعجزات لا من باب إنشاء إيمان لم يكن موجودا، لا، لكن من باب ليطمئن قلبي، إنسان يستريح. ودعوة للآخرين من غير المسلمين أن يتأملوا هذه المعجزات الثابتة الصحيحة التي شهد لها وبها التاريخ على مر الأزمنة. المسألة مثل سيدنا إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال: رب أرني كيف تحيي الموتى. سؤال بكيف، لم يقل هل تحيي الموتى، وهذا يدل على الشك، لكن سأل عن الكيفية. أنا أؤمن أنك تحيي الموتى، ولكن أرني الكيفية ليطمئن قلبي. أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. تعالوا معنا في دقائق معدودة إذا تمكنا من الانتهاء من كل المعجزات أو من هذا العدد الذي اخترته لحضراتكم فبها ونعمت، وإلا خصصنا لها خطبة أخرى إن شاء الله تعالى. نبدأ بمعجزة الإسراء والمعراج. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى السماوات العلى في ليلة واحدة، وعاد وفراشه لا يزال دافئا، ونال شرف أن يكون إماما لكل الأنبياء فصلى بهم في المسجد الأقصى. عاد
فأنكر الناس ذلك، بل ارتد بعض المسلمين عن الإسلام. نضرب بطون الإبل شهرا ذهابا فقط من مكة إلى بيت المقدس، وأنت تزعم أنك ذهبت ورجعت في ليلة؟ واحد فيهم قال له طيب أنا ذهبت إلى هناك وأعرف المسجد بتفاصيله، صف لنا المسجد الأقصى، ما وصفه؟ فاستاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الوقت كان ليلا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فلم يميز النبي صلى الله عليه وآله وسلم صفات المسجد الأقصى. اللهم طهر المسجد الأقصى من دنس المعتدين، اللهم رده إلينا محررا وارزقنا فيه صلاة قبل الموت. فتح الله وكشف له حجابا وكأنه يرى شاشة أمامه، من غير بقى لايف ستريمينج ومن غير انترنت ومن غير ساتلايت. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصبح يرى المسجد أمامه بثا حيا، فجعل يصف لهم المسجد بابا بابا وعمودا عمودا وسارية سارية ونافذة نافذة على قدر عال من الدقة والتفصيل، ورغم ذلك لم يؤمنوا. معجزة أخرى انشقاق القمر. قال لهم أولم تؤمنوا مشركي قريش؟ قالوا أرنا معجزة، أو يعني أين الآية التي جئت بها حتى نؤمن بك؟ قال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا تريدون؟ اختاروا آية وأنا آتيكم بها. فقالوها على سبيل الاستهزاء: أنصف لنا هذا القمر نصفين. شايف القمر اللي في السماء ده؟ خلي نصفين، شطرين، قسمين. قال وتؤمنوا؟ قالوا نؤمن. طبعا هم طلبوا منه الأمر على سبيل الاستحال، أمر مستحيل أن يفعله. فأوحى الله إليه أن أشر بيدك نحو القمر، فأشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيده نحو القمر، فانتصف القمر أمام الناس إلى نصفين، نصف أمام الجبل ونصف خلف الجبل. أفتؤمنوا؟ قالوا لا، سحرنا محمد. اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. سبحان الله. والعجيب أن الأبحاث التي أصدرتها ناسا مؤخرا تفيد بأنهم عندهم شبه اعتقاد جازم بأن القمر قد انتصف في زمن من الأزمنة من قبل، لا يعلمون كيف ولا يعلمون متى، ولكن القرآن ذكر لنا هذا وأخبرتنا السيرة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوتي ذلك على سبيل الآية والمعجزة، صلوات ربي وتسليماته عليه وآله. من معجزاته إخباره عن الشاة المسمومة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد خيبر وهجرته إلى المدينة كان يقبل دعوة الناس جميعا إلى الطعام، من دعاه يقبل دعوته، مسلم أو غير مسلم، طالما أن الطعام حلال يعني. فدعته امرأة من اليهود ودست السم في ذراع الشاة، وكان معروفا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب من الشاة ذراعها، فوضعت السم في الشاة، فتناول النبي صلى الله عليه وآله وسلم نثيرة من اللحم ورفعها، قيل أكلها وقيل لم يأكل، ثم قال ارفعوا أيديكم، إن هذه الشاة تخبرني أنها مسمومة. صلوا على الحبيب. سبحان ربي العظيم. الشاة تخبره بأنها مسمومة،
ثم سأل المرأة: ما الذي حملك على هذا؟ قالت: قلت في نفسي إن كنت رسولا من عند الله حقا سيعصمك ربك يحميك، وإن كنت كذابا أراحنا الله من شرك. معجزة من معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم يوم صلح الحديبية. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الحديبية، لا نملك ماء لا لوضوء ولا لشرب، وكدنا نموت عطشا، وليس معنا من الماء إلا ركوة صغيرة، يعني إناء صغير في مية أمام النبي صلى الله عليه، هذا ما تبقى من الماء، إناء صحن صغير في مية. يا رسول الله، ليس معنا ماء لا لوضوء ولا لشرب، لا نستطيع أن نسقي أنفسنا ولا أنعامنا، مطايانا، إبلنا، خيولنا. يقول جابر رضي الله عنهما: فوضع النبي صلى الله عبد الله رضي الله عنهما فوضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يده في الإناء، فرأينا الماء ينبع ويفور من بين أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم، فسقينا وشربنا وسقينا أنعامنا وتوضأنا. يقول أحد رفقاء جابر: كم كان عددكم يومها؟ قال: كنا 400,000 رجل، يعني 1400 رجل، كلهم شربوا من إناء واحد بفوران الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الوقت يمضي ولا أستطيع أن أوفي هذا الموضوع حقه. أعظم معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما لا شك ولا مرية ولا ريبة فيه القرآن الكريم، شيء لا تنقضي فيه العجائب ولا المعجزات، شيء سيظل خارقا للعادة ما بقيت الحياة إلى يوم القيامة. لم يعجز القرآن الناس في لغتهم فقط، نزل بلغة العرب فأعجزهم أن يأتوا بمثله أو بآية من مثله أو بسورة من مثله. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ليس هذا فقط المعجزة الوحيدة للقرآن، معجزة لغوية، لا والله، القرآن تعددت عجائبه، والعلماء لا يشبعون من ذخائره وكنوزه ومعجزاته، معجزات طبية وعلمية وفلكية وعددية. نتكلم عن 600 صفحة، المصحف 600 صفحة أو ما يقارب هذا العدد، 114 سورة، 77,439 كلمة، 320,015 حرف. هل كان بالحظ أن تحدث هذه المعجزات العددية من نبي أمي لا يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وآله وسلم في هذا العدد الوافر من الكلمات وهذا العدد الوافر من الصفحات يحفظه الصغير والكبير؟ ستجد كلمة الرجل ذكرت بالضبط بنفس العدد لكلمة المرأة، كلمة الدنيا بنفس عدد كلمة الآخرة، كلمة الملائكة بنفس عدد كلمة الشياطين، كلمة الجنة بنفس عدد كلمة النار. أين أنتم؟ هذا لا يقوى عليه بشر. انظر إلى هذه، كلمة الصلوات ذكرت 5 مرات في القرآن الكريم، كلمة اليوم ذكرت 365 مرة في القرآن الكريم، كلمة الشهر 12 مرة في القرآن الكريم، كلمة وسط ذكرت بالضبط في وسط سورة البقرة. هل يقوى على ذلك بشر؟
عجائب القرآن لا حصر لها، عجائب القرآن وحدها تحتاج إلى عشرات من المحاضرات والخطب لنوفيها حقها ولن نستطيع. كل هذه المعجزات تنبئ وتوضح بما لا شك فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو النبي الحق، وهو خير البشر، وهو خير من وطأت قدماه الثرى، وهو صاحب الشفاعة. من اتبعه واستنى بسنته وصار على منهجه وحافظ على ما جاء به سينال الخير والفوز يوم القيامة. ولعنة الله على من تهجم عليه، لعنة الله على من أراد به سوءا في كل زمان ومكان. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد